في قديس وقف قدام الملك وقال كلمة غيرت مصيره. ايه ازيكم؟ لما الملك دقلديانوس عرف ان القديس لما بسادة اسقف ابصاي بيشجع المسيحيين يتمسكوا بإيمانهم ورافض عبادة الأوثان، أمر إنه يتحاكم فورا. فالأنبا بسادة طلب مهلة ليلة واحدة، مش علشان يهرب لكن علشان يودع. دخل الكنيسة وجمع الشعب وصلى معاهم وعمل القداس وقرب الكل من الأسرار المقدسة وكلمهم ببساطة وقال لهم يتمسكوا بإيمانهم مهما حصل. وبعدها سلم نفسه لربنا بكل سلام. فاتاخد للوالي اريانوس والي أنصنة، أول ما شافه استغرب من هدوءه ونور وشه وقال له انت راجل محترم، خاف على نفسك واسمع كلام الملك. فرد عليه الأنبا بسادة بهدوء وثبات، ما ينفعش أسيب الملكوت السما علشان حياة بتخلص. فالولي حاول معاه كتير ولما فشل أمر بتعذيبه ورموه في مستوقد حمام، لكن ربنا كان معاه وطلع سليم، لا حس بألم ولا بأي ضعف. وفي الآخر صدر الحكم الأخير ونال إكليل الشهادة وراح لفرح السما. فالجسد مات لكن الإيمان عاش، وإكليل السما كانت النهاية. لو عجبتك القصة ودخلت قلبك اعمل لايك ومتابعة واكتب كومنت شفاعتك القديس الأنبا بسادة. وتابعونا على منصتنا على الفيسبوك واليوتيوب والتيك توك باسم قصص أبانوب رضا.